ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. قبل المباراة الغالبية العظمى كانت متوقعة ان فريق باريس سان جيرمان هيكسب فريق ارسنال بنتيجة عريضة، لكن مش معنى ان انت ما وصلتش نهائي دوري ابطال اوروبا بقالك 20 سنة ان ملكش الحق في محاولة الحصول على اللقب، بل بالعكس هيفضل نهائي دوري ابطال اوروبا هي المباراة اللي بينتظرها كل مشجع في كل موسم، على امل ان يكون فريقه طرف من طرفي النهائي، بل وكمان الحصول على اللقب. فعشان ما اطولش عليكم يلا بينا ندخل في التفاصيل. البداية مع الفريق الفايز باريس سان جيرمان. لويس انريكي بدأ المباراة بخطة 4-3-3 معتمد على أشرف حكيمي كباك يمين ونونو مينديز كباك شمال، بحيث يتغير شكل الفريق أثناء بناء اللعب كالتالي: هنلاقي إن فيتينيا بيسقط بين قلبين الدفاع، وبالتالي أشرف حكيمي ونونو مينديز هيشاركوا في الخط الهجومي، وهيضم كفاراتسخيليا ودوي إلى قلب الملعب عشان يتحول الرسم الخططي من 4-3-3 إلى 3-2-5. ممكن يحصل تبادل في الأدوار بين اللاعبين، ولكن هيفضل الرسم الخططي والكرة مع باريس سان جيرمان هو 3-2-5. فعندك مثلا ممكن نونو مينديز يبقى هو المدافع رقم 3، وقدامهم جواو نيفيز وفيتينيا، وفابيان رويز هو اللي يرحل على الطرف ويمسك الوينج الشمال، أو تلاقي فابيان رويز وفيتينيا هم اللي يكونوا قدام ثلاثي الدفاع، وجواو نيفيز يعمل الزيادة العددية في منطقة ال 18 لفريق أرسنال، وكفاراتسخيليا يفضل ماسك الطرف الشمال. كل اللامركزية اللي بنشوفها بين لاعيبة باريس سان جيرمان في التلت الأمامي هدفها حاجة واحدة بس: عمل اختراقات من الأطراف أو العمق لصناعة الفرص وتسجيل الأهداف. لكن أرسنال قدر يحد من خطورة باريس سان جيرمان، وده اللي هنتكلم عليه بعدين. يمكن المرة الوحيدة اللي قدر فيها باريس سان جيرمان الاختراق من العمق وتشكيل تهديد حقيقي على مرمى أرسنال كانت لقطة الخد وهات بين كفاراتسخيليا وعثمان ديمبلي، قدروا يحصلوا منها على ضربة جزاء سجل عثمان ديمبلي من خلالها هدف المباراة الوحيد لباريس سان جيرمان. غير كده كانت سيطرة وضغط عالي من باريس سان جيرمان طول فترات المباراة، أو تحولات سريعة لما فريق أرسنال خرج من مناطقه وبدأ ياخد الأولوية في الهجوم. على الجانب الآخر أرسنال تحت قيادة أرتيتا بدأ المباراة بخطة 4-2-3-1، موسكيرا كباك يمين وهنكابي كباك شمال. الغرض من البدء بثنائية موسكيرا وهنكابي هي الحد من اختراقات باريس سان جيرمان على الأطراف، وبالفعل نجح كل من موسكيرا وهنكابي بالحد من انطلاقات كفاراتسخيليا وديزري دوي، وأحيانا عثمان ديمبلي لما كان بيرحل على الطرف. ارتيتا كان مذاكر لويس انريكي كويس، فبدأ المباراة بضغط عالي عشان يتحول شكل الفريق من 4-2-3-1 إلى 4-2-4 في حالة الضغط، وبالفعل قدر فريق أرسنال يسجل هدف في أول 5 دقايق نتيجة سوء توفيق من ماركينيوس في إخراج الكرة، عشان توصل لكاي هافرتز اللي يسجل الهدف الأول لأرسنال بالتخصص في نهائيات دوري الأبطال، سواء كان مع تشيلسي أو أرسنال حاليا، عشان نلاحظ تغيير جذري في طريقة لعب فريق أرسنال. وكعادة الفرق اللي مش متعودة على اللعب بأسلوب الضغط العالي، لاعيبة أرسنال متمركزة هاي بلوك، ولكن مفيش أي لاعب من جانب أرسنال بيضغط على حامل الكرة من جانب لاعيبة باريس سان جيرمان، لدرجة بدأت اللاعيبة تنزل تدريجيا تحت الكرة أثناء ما باريس سان جيرمان بتبني الهجمة، فبدأ التحول من 4-2-4 والهاي بلوك إلى 4-4-2 ولو بلوك، عشان تبدأ معاناة أرسنال الدفاعية. هي فعلا كانت منظومة دفاعية منظمة، ولكن ما ينفعش تستقبل اللعب طول فترات المباراة. كان من المفروض تقسيم المباراة على فترات من جانب أرتيتا، لكن للأسف ما بدأش ياخد أي ردة فعل غير بعد هدف التعادل من جانب أرسنال بعد ساعة لعب تقريبا. في المجمل أرسنال قدم مباراة جيدة، ولكن التفاصيل الصغيرة هي اللي بتحسم النهائيات. فمبروك لفريق باريس سان جيرمان لقب تاني على التوالي من دوري أبطال أوروبا عشان يثبت نجاح مشروعه تحت قيادة المدرب الأسباني لويس إنريكي. وهارد لك فريق أرسنال على موسم جيد جدا محليا وأوروبيا. وفي النهاية دي كانت مجرد رؤيتي بعين المجردة، أتمنى أعرف رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة. سلام.